ايه السلام عليكم شباب، حياكم الله. عايزين نبقى كلامنا واضح كده في الاول الحلقه، ان انا الحلقه دي لا هسخر من حد ولا هتكلم عن حد كلام وحش، ما دام هي في السياق إن في ناس خلاص ابتدت تبقى مشاهده للقناه. خلاص الواحد بقى مش هيسخر، لان خلاص يعني انت بقى ليك ناس، وفي ناس ممكن تاخد الفكره عنك وحشه. خلينا عندنا الفكره والوضوح ان نادي الزمالك عمل اوحش خطوه اداريه حصلت في تاريخ النادي بعد كارثه زيزو، هي رحيل واحد من اهم وارجل اللعيبه في نادي الزمالك، وهو حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي على مدار 5 اعوام نشيل منهم عام ونص كان نادي الزمالك، وحمزه المسلوسي كان اوحش ما يكون واحد زي حمزه المسلوسي في نادي الزمالك. بعد كده الراجل اللي بقى في نادي الزمالك كل حاجه تمام، من بدايه ما الراجل ما فريرا جه، راجل عينه في قلب الدفاع هو وسوريو راجل محترم، خلاه في النادي في قلب الدفاع، ودي حاجه تحسب لأوسوريو وفريرا. فيريرا كان باك يمين، بعد كده رجعه على الدفاع، بعد كده رجعه باك يمين تاني، جه أوسوريو رجعه خلاه في قلب الدفاع، جه بيسير الله يعني يسامحه ويصلح حاله رجعه تاني باك يمين. نادي الزمالك في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده بيخلص صفقه محمد شكري الباك الشمال لنادي سيراميكا، مع احتماليه وجود احمد فتوح في قلب الملعب او دخوله في صفقه تبادليه مع صفقه رمضان صبحي او مصطفى فتحي مع نادي بيراميدز. صفقه مهمه على فكره، والصفقه دي لو تمت في الوقت اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده هتخلي ناحيه الزمالك ناحيه الشمال او ناحيه اليمين او مصطفى فتحي هتبقى ناحيه كويسه جدا وفرقه كويسه جدا قدام وشمال ويمين. طيب نتكلم في حاجه كمان، وهي ان اللاعب اللي اقول لك عليه دلوقتي ده من اهم صفقات نادي الزمالك في ناحيه الهجوم بعد رحيل سيف الدين الجزيري، والراجل خلاص بيجيب محمد شريف. طب اقول لك حاجه، هو انا بقى وجهه نظري محمد شريف صفقه بعيده خلاص. ليه؟ لان جمهور الزمالك قلب على اداره الزمالك. ليه؟ لو تاخد بالك اي حد رايح النادي الاهلي بيقول لك رايح النادي الاهلي، خلاص خلصت، افتخر انه رايح النادي الاهلي. طب لما ايه بقى بهادي سال شريف قال له انت قدامك زمالك اهلي بيراميدز، قال له انا فاتح 3 خطوط الاتفاقات مع ال3. قال له طب انت مخلص مع الزمالك؟ قال له انت ادرى. طب يا جماعه يعني انت مش مفتخر بالفرقه اللي انت جاي؟ خلاص بقى مش هجيبك، انت جاي مضرور. انا من الاخر انا جايبك موظف، انت جاي النهارده تلعب وجيت تاخد فلوس، انت مش هتديني خلاص، انت مش تلعب لي بروح كده فاهم، لا انت جيت فاني. انا خلاص ما دام نزلت الملعب اخدت والله القرشين، كسبت البطوله انا اخدت قرشين 3 4. طيب انا عايز اكلمك كمان دلوقتي ان نادي الزمالك بيخلص صفقه من قلب النادي الاهلي. طب هو مين اللاعب اللي بيخلص من جوه النادي الاهلي؟ مين اللاعب اللي نادي الزمالك بيخلص فيه من جوه النادي الاهلي؟ واسمعها مني وخدها كلمة أخيرة، وهو عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال مع خلاص إن عمر جابر كبر في السن ممكن يكون بديل، خلاص أجيب عمر كمال عبد الواحد لاعب كويس، وممكن كمان أجيب خالد عبد الفتاح. حد دول الاتنين أقول لك الاتنين أوحش من بعض، شفنا مستوى ده وشفنا مستوى ده، الاتنين مستواهم يودي السجن. دول الاتنين دول مستواهم يخليهم يقعدوا في البرش وما يترحلوش نيابه، لا موجودين في اسم اي اسم موجود، او ممكن اسم النزهه يبقوا قاعدين في، ممكن اسم العجوزه، اي حاجه من الاتنين دول. شوف انا جبتك من الجيزه للقاهره، واحد هنا واحد هنا، وما يعرفوش يوصلوا لبعض. تمام، فالاتنين مستوحش، بس خلاص ما امر واقع عليك ان مش عندكش حد باك يمين كويس غير احمد عيد، والمصري مش هسيبه ولا هو كريم دلعي. تمام، تتمنى من فريق الزمالك الفتره الجايه نشوفه ان شاء الله. اشوفك في فيديو جديد، سلام عليكم.